هلو هلو، عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا نعمل مع بعض احلى كفتة ممكن تاكلوها، وكمان صحية. ومش صحية بس، ده احنا هنضاعف الكمية بتاعتها، يعني هناكل ونفرز. هنجيب نص كيلو لحمة مفرومة، قطعة ليا كده موجودة بتوديها في حتة تانية. بصلاية مبشورة من غير بنصفيها كويس من غير المية بتاعتها. برغل. برغل ده بقى صحي وفظيع، بيخلي الكمية تتضاعف معانا، وصحي جدا جدا جدا، مفهوش نشويات. وشوية بقسماط، ربع كوباية بقسماط. خلطة كفتة جاهزة. بنحط دي 7 بهارات، احط شوية. هنحط رشة بيكنج باودر وفلفل اسمر، وبنحط دي رشة بيكنج باودر بتديها كده، بتخليها من جوه مش مكبوسة، بتخليها كده مفرغة وحلوة كده وانا بصبعها. وفلفل اسمر. وهنا بيضة، انا كنت عاملة بيضة واحدة بس هي طلعت صفرين خيرين يعني. بيضة. وهقلب كل المكونات دي كويس جدا مع بعض، عايزاهم كده تمام. انا اديتهم ضربة واحدة في الكبة، انت عادي ممكن تستخدمي تعجيني فيها كده، تستخدميها تخليها تريح في التلاجة 10 دقايق، وبعد كده نبدأ نصبعها. هنا انا ما جبتش خلة بقى شيش طاووق عندي والحاجات دي، انا عملتها لكم بالمعلقة، طريقة مبسطة جدا. هجيب مية البصل، احط عليها شوية زيت، وابدأ اعمل صوابعي فيها، وابدأ ان انا اخد قطعة قطعة على حسب المقاس اللي انتوا عايزينه في الكفتة، وابدأ ان انا اصبعها. دي هتتغدوا منها وهتفرزي منها. هتفرزيها، تطلعي تحطيها في صينية على طول، تسووها بقى، تتعمل سندوتشات، تتاكل جنب مكرونة، جنب رز. تحفة. جميلة جدا جدا جدا، وهتعجب الولاد، وجربوها تعجبكم جدا. ولو وصلت لحد هنا ولسه بتتابعيني، شكرا جدا لمتابعتكم، ويشرفني متابعتكم، وتعليقاتكم بتبسطني جدا، وشكرا لدعمكم ليا، وبحبكم وبموت فيكم. ولو عايزين اي وصفات ابعتولي وهنعملها مع بعض. ودي شكلها النهائي، انا فرزت منها وسويت منها في نفس اليوم. وانتظروني في وصفة جديدة. باي باي.